أهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأحلى أخوات وصديقات، أتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية يا رب. طمنوني عنكم، إيش أخباركم؟ إيش مسويتوا في الإجازة؟ ما بقى على الإجازة إلا إن شاء الله أيام كده، أسابيع قليلة وراح تبدأ الدراسة، وإن شاء الله وإحنا بصحة وعافية ولا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله. نرجع الدراسة وترجع الروتينات الحلوة والأيام، يعني بإذن الله كل أيام ربي حلوة. فشاركوني، اكتبوا لي تحت فين رحتوا في الإجازة، إيش سويتوا في الإجازة، إيش يعني مثلا أهل مكة تكتب لي إيش في أماكن حلوة نزورها قبل ما تخلص الإجازة ونستفيد يعني من وقتنا شوي. ويعني أي منطقة يكتبون إيش الأماكن الحلوة عندهم، يعني تنفع للخرجة وزي كده. يمكن الأحد يستفيد، أنا أستفيد، أي أحد يعني يحب يطلع زي كده يغير جو قبل ما تبدأ الدوامات. فحلو يعني تشاركونا أشياء، يعني كلنا يعني نشارك مع بعض، فأحد ممكن يستفيد. فطبعا راح اليوم أبدأ معاكم بفلوق جديد وفيديو جديد ويوم جديد وحماس جديد. يلا روحوا جهزوا لكم شيء كده بارد يسرسح، وحطوا كده في عبوا كده تلج، وتعالوا نشوف مع بعض الفيديو. طبعا كعادتي بدأت يومي بالقهوة، وكتكوت قاعد يلعب معاي، سويت له كورنفليكس وطبعا هذا الفشار بالتوفي والكراميل جابوا له ولدي الله يحفظه، فقال لي جربيه يا ماما يمكن يعجبك طعم مرة. فعلا كان طعمه مرة، طعم الكوفي واضح وريحته بصراحة حلوة مرة من عشاء. وطبعا كانت في استقبالي لما نزلت المنظفات. شايفين هذا جينيتو، في منه 2، واحد بالورد والثاني بالورد والثاني باللافندر. خليته للمطبخ، والورد خليته لغرف النوم ودورات المياه. وانتم بكرامة يا رب. فبدأت طبعا اليوم زي كده، وهذه السلات قلت لازم أحطها عند كل غرفة، أي أحد يحط الملابس يعني جنب الحمام عشان الأولاد يحطوا ملابسهم، وأنا أحط ملابسي وزي كده، عشان عندي غسالة في الدور الثالث فتتكون ملابس، يعني صعب إن زي كده فتلاقيهم الأولاد يرمون ملابسهم في كل مكان. فقلت خلاص هذه هي السلة، لأن كان عندهم كده سلة زي الكيس أخذتها من هوم سنتر، فمرة ما منها أي فايدة، فدام تنشق وتعفت في بعضها وزي كده. فقلت هذه أحسن، واضحة وكبيرة ومستحيل ما تشوفونها، لازم يعني تحطون ملابسكم فيها، يعني لا تقولون إحنا ما شفناها، ما كانت موجودة، كانت ما في سلة، فيعني إلا يحطون ملابسهم. طيب، فطبعا بعد هذا المطبخ كنت أنا مرتبته ليلة الخميس، فكانت بس يعني ما كملت ترتيبه، فبدأت أرتبه كده على السريع، وسويت لي كتاكيت بيضات مسلوقة، لأن كان عندي بيض في الثلاجة قالوا لي جعانين. فهذا أول ما صحيت من النوم بعد ما شربت القهوة. طيب، وفي أغراض عندي، فقلت يلا أوريكم إيش المشتريات اللي أشتريها يعني كل شهر لازم عندي في الفريزر، يعني ما تاخذ خارج السوبر ماركت إلا يكون تتوفر هذه الأشياء وأستفيد منها. طيب، عندي أهم شيء اللحم المفروم. أنا أحيانا أقطع يعني هذا أقطع الصحن، أقطعه نصين وأغلفه مرة ثانية، فيكفي يعني طبختين. وأحيانا لا، أخليه هو طبخة واحدة، خاصة سويت كفتة وزي كده أخليه طبخة واحدة، أما بشاميل زي كده أخليه طبختين. فاهمين علي؟ يعني قص الصحن بالنص. بس هذه مرة ما قصيته، قلت خلاص هذا شكله كده قليل، يعني يكفي طبخة واحدة. فدخلت في الفريزر بهذا الشكل. وطبعا صدور الدجاج هذه لا غنى عنها، يعني في أي طبخ خاصة المكرونات لازم صدور الدجاج تكون متوفرة عندي. وكبدة الدجاج في واحدة كمان في الفريزر، اشتريت هذه المرة 2، العادة اشتري واحدة. فمرة لذيذة الصراحة، مرة لذيذة، ما تتخيلون قد ايش لذيذة. بس كتروا شوية كده زيت وفلفل أسود وكمون وملح وبس، الصراحة مرة لذيذة. وسووا سندوتشات. طيب، وهذه الفطيرة مشلتت، هذه لا غنى عنها، لأنه لما أكون أحيانا أصحى من النوم
ابغى شيء مرة سريع احطها مع العسل مع القشطة مع الجبن، يعني الفها كده ولا نغمسها ولا زي كده، يعني الصراحة سريعة ولذيذة وساخنة. طيب والذرة طبعا عندي لا غنى عنه في الفريزر، احط عليه زبدة واحيانا احط عليه حليب وزبدة وملح، فاحطه كده في الميكرويف في صحن لناكل يعني سناك اخر الليل قبل النوم، خاصة اذا الاطفال قالوا نبغى اكل قبل النوم بيكون عندهم هذا السناك الصحي. واحيانا اعطيهم هو كوجبة فطور، يعني يكون يغيرون فيه له، احيانا اعطيهم هو في العصر، يعني يختلف الوقت. طيب وهذه اصابع السمك طبعا حقتي انا احبها تقريبا، انا في البيت احبها. وهذا الكباب شيء طاووق زوجي غالبا يحبه. وهذا الستريبس هو المفروض ستريبس بس هذه المرة اخذنا بريست مكتوب عليه، فالاولاد يحبونه. اما هذا الناجتس طبعا الاطفال يحبونه، فكل واحد صراحة ذوقه اخذت على ذوقه، يعني تقريبا احنا كلنا ناكلها مع بعض، بس يعني الاكثر مين اللي يحب الاشياء هذه، يعني كل واحد له رغبات. طيب فهذا هذه الجرانيلا يعني تقريبا انا احبها اكلها لما اصحى واكل معاي اولادي. اخذت هذه مرة من فينتز بالتوت، في منها شوكولاتة وفي منها توت، وعليها عرض كان ب22 ريال 500 جرام 500 جرام ايوه. بس احط زبادي واحط عليه هذه الجرانيلا تقريبا ملعقة. طبعا ما اكله يوميا لان فيه سكر مرة كثير، كتلبوني يعني يومين 3 كده اكله. صراحة مرة صحية وتحسين تشبعك اول ما تصحين من النوم، يكون مالك نفس في الاكل، فسهل يعني. خاصة انا اذا ما اكلت فطور ادوخ، فدام مهتم بوجبة الفطور فيكون هذه خيارات سهلة وسريعة. طيب احط عليها توت، هذا توت مثلج اشتريه برضو من الخيارات اللي اشتريه في فريزن شهرية، يعني لازم التوت والفراولة دي اساسية برضو، وتكون مثلجة لان سعرها صراحة مناسب ولذيذة ومتوفر يعني طول السنة. اما بعد التوت لما تلاقيه كده فريش هو متوفر وينعدم بسرعة، يعني حد يومين خلاص انعدم. طيب حتى الفراولة حد يومين تنعدم، واصلا الفراولة موسمها في الشتاء. واحط عليها في الاخير عسل واحيانا خصوص لا عيب عشان بصورك بالملعقة، خذ بالملعقة كل خذ الملعقة. هنا طبعا عندي كتكوت مو عارف كيف ياكلها، لا هي هذا ما ادري ايش هو لخبط كده في الاكل، انه عارف الطريقة مو عارف كيف يتصرف ياكل، يبدأ من فين يعني. طيب ما ادري انا هو كان يفكر في هذه اللحظة فنسي. فطبعا هنا بدأت اسوي العشاء، قلت يلا اسوي صينية دجاج. اقطع الدجاج يعني نصين واقطع الخضار الموجودة عندي واسوي الصينية. طبعا هاي سويت لي نص ونص، يعني في كل صينية نص لان الصينية ما تكفي دجاجة كاملة مع الخضار. وطبعا هنا المساعد الصغير لازم يكون يده في يدي ما شاء الله تبارك الله، يحفظه يا رب ويخليه لي يا رب. طيب وانا بدأت هنا قطعت الخضار كلها بهذا الشكل، وعندي هذه من اسناد بهارات مشويات. طيب وعندي زي بهارات العربي مشويات طلعت سبايسي، هذه المرة هي اخذتها انا طلعت سبايسي، فقلت خلاص حط صينية سبايسي وصينية من البهارات العربية. وحطيت عليها برضو فلفل اسود وكركم وبابريكا الموجود البهارات عندي مع البهارات العربية اللي ما كانت سبايسي. طيب هذيك خلاص خليتها سبايسي، فصار صينية سبايسي وصينية عادية. طيب عشان يعني الأطفال خاصة ما يحبون السبايسي، فبس طعمه مرة رهيب يعني. بهارات السناد أنا صراحة ما اعتمدتها، شايفين كيف حتى العبوة الأكياس فيها تنحفظ في العبوة. طيب يعني أكياس هاي تحفظ النكهة. أحسن خيار صراحة اسناد، يعني قد ما جربت بهارات اسناد هي اللي فيها نكهة حلوة عجيبة، خاصة بهارات المشويات مرة حلوة. وكمان سهل لما تطلعي مثلا مكان تبون تشوون زي كده
تاخدونها. يعني افتكر كنا نشوي زي كده برا، فدايما تلاقيها ناخدها، ما ادري بس اتوقع في عادية وفي سبايسي. هذه المرة انا جات سبايسي، ما ركزت يمكن عليها او هي كلها سبايسي ولا مو عارفة، عندي يعني فكرة. طيب هذا الملح طبيعي غير مكرر وكله طبيعي، فقلت يلا جرب، وإذا عجبنا بإذن الله راح يعني دايما آخذه، لأن صراحة الملح أحسي خلاص يعني مكرر، فأحس غير صحي، فقلت يلا نجرب شيء صحي. يعني لي وقت أنا من زمان، فسبحان الله الصدفة جاتني هذه العبوة، فقلت يلا نجرب هذا صحي، يعني عجبنا وطعمه حلو في الأكل يعني تمام، راح أعتمده. طيب وكده دحين خلاص حطيت عليها زيت، حطيت عليها ملح، وحطيت البهارات، وبهرت برضه الدجاج لحالها بعد ما نقعتها في الموية والليمون. حطيت موية وليمون، أنا أغسلها بموية وليمون وأنقعها كده، بعدين أطلعها. طيب بس هذه المرة خليت عليها جلد، خليت عليها جلد عشان تتحمر مع الجلد. طيب وبعد كده حطيتهم كده وغطيتها بالقسطير، وشغلت عليهم فوق وتحت، شغلت عليها من فوق وتحت، لأن أنا عندي الفرن إذا ما شغلته من فوق، إذا حار الفرن ما راح يشتغل معايا من فوق، فأنا زي كده يعني. وبعدين فكيت القسطير، قربت خلاص تستوي، فكيت القسطير وخليته يتحمر، الدجاج يتحمر شوية. وبس مرة سكر لذيذ صراحة مع خبز، يا سلام مرة حلو. لو في كمان طحينة يطلع أحلى وأحلى، بس أنا ما كان عندي فما سويت طحينة، بس أكلنا مع الشطة والخبز، طلع مرة لذيذ ومرة حلو، يعني يستاهل التعب اللي سويته فيه. بالعافية علينا، أتمنى أنكم تتابعوني للآخر، واللي مشترك ياريت يحط لايك كومنت، واللي ما اشترك يشترك ويحط لايك كومنت، لأن صراحة كومنتاتكم ولايكاتكم تدعمني. وشكرا، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه.